السلام عليكم. حياكم الله يا جماعة الخيرات. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا. وبصراحة أنا مش عارف وين هذا البث طالع، بس عارف إنه طالع على الفيسبوك، طالع صفحتي الرئيسية. لازم نشيره على البيج. أهلا وسهلا. على العموم هذا بث هيك يومي. بحب أطلعه عشان ننصح الطلاب. إن شاء الله إنه ربنا يفيدهم ونستفيد حسنات منهم. أهلا وسهلا. حياكم الله. علقولي بالله عشان أبلش أعرف الأسماء، لأنه أنتم بتعرفوا كل سنة بنبلش إحنا بيطلع عنا إيش to view what your viewers see. أشوف كيف شايفين أنتوا. شيروا بالله لو سمحتوا. أهلا وسهلا. أنت العنزي، أنت من وين؟ احكي لي. عنزي. في يعني شاب كنت أدرسه عنزي من ليبيا، وفي عنوز بالسعودية. خلينا نشير اليوم إن شاء الله. بدي برضو هيك أحاول أفيد كم من شغلة. راح أنشر على الجروبات بإذن الله. وراح شو أسوي؟ راح أنشر على الصفحة. أيوه خلاص. طيب، امبارح يا جماعة الخير حكينا احنا عن مشاكل بتمر في الطالب في التوجيهي، وانا عبرت وحكيت انه انا الهدف ان شاء الله مش حيكون انه انا آه، اجيب سيرة الناس. انا هدفي الطالب. هدفي الطالب. وعليكم السلام، حياك الله، اهلا وسهلا بكل اهل عجلون. طيب، شو حكينا احنا بصير مع الطلاب بهاي الفترة؟ بهاي الفترة يا جماعة الخير الطالب بيكون شوي مغرر فيه. ما بيعرف يختار الشخص اللي هو بده يدرس عنده، والسبب انه بتتم عملية الاختيار عن طريق ايش؟ عن طريق العديد من الاشخاص التانيين. يعني امك بتتدخل، واختك بتتدخل، وكل الدنيا بتتدخل. فلذلك شو اللي بصير معنا؟ بنوقع في مشكلة عويصة، وبنختار ممكن الشخص الغلط. وكمان شغلة يا جماعة الخير، انه انت بتخاف مرات تحكي لاهلك انه والله انا بدي اغير، بدهم يسخطوك. شو تغير؟ طيب هيني شيرته هون. والله يا حج انك تشيري البث. حج رند حسين، انك تشيري البث على الجروب. فالمهم طبعا بالاخر باخر السنة بيجوا الاساتذة بصيروا يحكوا عن هدولاك انهم عاطلين. انا السنة هاي عشان ما اخسرش حسناتي ما بدي احكي عن حدا. بدي اطلع اشرح شغلة بسيطة كل مرة، وبطاقات موجودة ودوسيات موجودة، اختار زي ما بدك. امبارح طلعت في بث تلخص البث حول ايش؟ حول تأسيس. تعلمنا كيف نعمل جملة، حكينا عن أقسام الكلام، بعدين حكينا إنه حكينا أشياء هيك بيرسونال. ليش ما بتحكي أسماء طلابك اللي جابوا 200؟ وليش مش عارف إيش. جاوبنا إنه أنا بشتغل في مدرسة دولية بسمحوش، وإنه الواحد يعني شوي بحب يكون مختلف. اليوم شو بدنا نعمل؟ بدنا نتعلم أنا وياكم كيف ندرس معاني الكلمات. أنت أول ما تيجي تدرس في الوحدة تتبلش في معاني الكلمات. طيب كيف أنا هدول معاني الكلمات بدي أدرسهم، وعلى إيش بدي أعتمد، وعلى مين بدي أرد؟ ليش؟ لأنه الصوت واضح طبعا، صح؟ واضح الصوت. كيف بقدر أتخطى الضغوطات التي حولي من الناس بشكل عام؟ أنا راح أحكي لك، بس خليني أول إشي أشرح إشي علمي، لأنه بديش يكون الحكي يعني الحصة دايما شغل حكي. بدي يكون فيها نوع من الفائدة العلمية. وبعدين هذا سؤالك راح أجاوبه أنا اليوم إن شاء الله، ولو إنه جوابه جدا سهل. إن شاء الله جوابه جدا سهل.
طيب اجينا احنا يا اخوان هون للدسية. خلينا انتقل انا وياكم للتابلت. الدسيات طبعا موجودة بكافة اشكالها، في الدسية الملونة وفي الدسية الجديدة. شكرا إلك، انتوا حرين. انا عشان هلأ في مرحلة اني محايد، يعني لسه ما طبعت اشي من جو اكاديمي، وهديك عليها اسم تاني. فانا هلأ بقف بشكل محايد، انت حر ايش تجيب. هلأ في عندي انا هذا الدرس يا جماعة الخير، هذا اول درس عندك للوحدة اللي هي ايش اسمها Information Technology. هاي الوحدة الأولى اسمها Information Technology. طيب يا سيدي، Information Technology شو بدي أدرس يا أستاذ؟ أنا والله ماني عارف، كل واحد بيحكي شكل. يا أخي الله يرضى عليك، سهل الشغلة. أنت عندك معاني كلمات، وعندك طريقتين. عندك الطريقة التقليدية اللي أنا درست عليها، اللي هي احفظ عن ظهر القلب زي كأنك إنسان ما بتشوف. وهاي الشغلة يا أستاذ شغلة مش منيحة. ليش؟ العالم تغير. انا اذا ما بعرف كلمة calculation، والله هاي مشكلة عويصة، وبشترك في هاي المشكلة عدد لا بأس به من الاشخاص. طيب شو اسوي يا استاذ؟ العفو. اول اشي يا اخوان بقرأ الكلمة، بيعينك الله، بس هيك قول CALCULATION، او الفظها بالطريقة الهبلة اللي انت مش غشيم عنها. calculation، هيك في طلاب بدرسوا calculation. مثلا people POPOLY، مثلا computer COMP. انت حر، ادرسها بينك وبين نفسك، بعدين روح على معناها اللي بالعربي واحفظه الله يرضى عليك. calculation معناها عملية حسابية، بدي احفظ هذا المعنى فقط، وشكرا إلك. انت هيك خلصت. المعنى اللي بالنص يا استاذ شو اسوي له؟ بتروح بتجيب قلم اسود وبتعمل كالتالي، بتبلش تختصر، بتبلش تقول using numbers. شو هي الكالكوليشن؟ شو هي العملية الحسابية؟ هي استخدام الأرقام. in order to ما بدي إياها، بقول to. هاي عملية دراسة، هاي عبارة عن عملية دراسة. using numbers to find out، بدي أشيل أنا out، بدي أختصر على حالي. وإحنا أكثر إشي يا أخوان بنستخدم الأرقام عشان نلاقيه، اللي هو إيش؟ البرايس. فبخلي إيش؟ بخلي كلمة a price. فصار عندي المعنى جاهز ومرتب وما شاء الله عنه. هسا أتحداك تطلع من البث وانت مش حافظه. using numbers to find a price، يعني إشي كتير مرتب. بس هاي صارت هيك الشغلة أساسية وجميلة، وطالع أنت من عندي حافظ هذا المعنى. هذا المعنى أنت ما حفظته بشطارتي يا جماعة الخير، خليك أنت the center of attention، خليك أنت محور الاهتمام. اللي بخدعك بقول لك أنا خليتك تفهم، لا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلاك تفهم. تعالوا نشوف هون كمبيوتر تشيب. كلمة تشيب يا اخوان اللي هي الرقاقة، رقاقة حاسوبية. رقاقة زي الشبس اللي بناكله. طب هل الشبس اللي بناكله رقاقاته كبيرة؟ لا، صغيرة. طيب وين هاي بتكون؟ يعني وين بتكون موجودة؟ بتكون موجودة في منخاري؟ لا، بتكون موجودة جوا الكمبيوتر. استاذ شو مالك علينا؟ حاضر استاذ، تعال نشوف شو تعريفها. A small piece inside a computer، خلاص يعطيك ألف عافية. which stores information via electric current. والله ما بدي اياه هذا الحكي يا اخوان. احكي لكم اشي، via معناها عبر او بواسطة، هذا معناها هاي الرقاقة الحاسوبية اللي جوا الكمبيوتر. stores تخزن information معلومات via عبر an electric current عبر تيار الكتروني. هذا الحكي يا اخوان ما بدي اياه. انا مش جاي ادرسك فيزياء، انا جاي ادرسك انجلش. هلا انت لما تشطبهم هيك بس على الخفيف، هيك صارت سهلة وواضحة وما شاء الله عليها. طيب تعال نشوف فلوبي ديسك. هذا يا صديقي العزيز انت ما عمرك شفته الفلوبي ديسك. ليش؟ لانه هذا انتهى موعده قبل ما حضرتك تكون موجود للأسف. فبنيجي احنا ننسخ لك اياه هيك. تعال نشوف ننسخه هيك، وبنروح ايش بنقول؟ بنقول دور لي عليه في الويب. ناخد هيك
بندور على الفلوبي ديسك في الويب، يعني اكيد في ناس تعرفه. share copy paste dictionary، تعال نشوف هون. خلص، بنروح على الويب يا جماعة الخير، اللي هو على ايش، على المتصفح. بنشوف شو هو الفلوبي ديسك. الفلوبي ديسك عادة ما بيكون ايش، عادة ما بيكون اشي بنحط في الكمبيوتر عشان نخزن عليه البيانات. هذا يا جماعة الخير انتو ما لحقتوه. شو السبب؟ اجا بعده السي دي واجا بعديه الفلاشة. هذا اسمه فلوبي ديسك. هلا ليش بسموه مرن؟ لانه جواته شغلة هيك زي صورة الاشعة بالضبط. وهاي صورة الاشعة بتتمغنط، يتم مغناطتها داخل الحاسوب، وهو بيحمل معلومات قليلة جدا. إذا هذا اسمه إيش؟ اسمه القرص المرن. طيب في كل الكتاب ما في كلمة ديسك إلا هون. طيب إذا بدك كلمة فليكسبل بلاها يا جماعة. فليكسبل إيش مرن؟ والله ما أنا فاهم إيش يعني مرن. طيب إيش يا أستاذ؟ وإياكم يا أستاذ ثائر، الله يسعدك. الله يسعدك والله يا دكتور. يعني الأستاذ ثائر النمورة يعني لا يجد في قلبه أي صعوبة إنه يفوت ويعلق للأستاذ، وإحنا إخوة. بارك الله فيك أستاذ ثائر النمورة، والله إنك قمة. والله أشهد بالله إنك قمة، وأنا بحييك من هون، وفعلا إنه شوفتك تثلج الصدر. والله كل التحيات إلك، إنسان راقي وفعلا نتعلم منك. الأستاذ ثائر النمورة أستاذ قدير جدا، كل حدا في المملكة اتعلم منه، سواء مدرسين أو طلاب. وهاي كلمة حق يعني أسأل عنها يوم القيامة. كلمة حق. أشكرك وأشكر تواضعك بأنك تدخل على البث وبتعلق للأساتذة وبتعلق لي. أشكرك جدا والله، أشكرك جدا جدا. إنسان متواضع ما شاء الله عنك. الله يحفظك، يحفظ لك أولادك يا أبو عمر. فالمهم يا أخواني، والله فعلا هي الناس القدوات والله. فهذا القرص المرن إشي سهل جدا إنك تحفظ كلمة removable. ايش يعني removable؟ يعني بشيله من الكمبيوتر، بكبس كبسة بيطلع زي السي دي كان، بس اشي دمه تقيل. magnetic يعني ممغنط، برضه هاي بتهمك، بتهمك كلمة ممغنط. ديسك وخلص. اهلا يا ملك، حياكي الله. يا حياكي الله واهلا وسهلا فيكي ملك، من طلاب 2003. هلا بالجامعة ما شاء الله عنها تدرس انجليزي. الله اشي بيفرح على فكرة، لما الواحد بيشوفكم وحياة الله اشي بيفرح. فشفتوا هاي الطريقة يا جماعة الخير. اهلا يا وسن، كيف حالك؟ يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. المهم يا جماعة، وسن برضو من طلاب 2003 من جماعة الكورونا. الله يا رب يسهل طريقكم هلا بالجامعة كمان. ما شاء الله عنكم، والله اشي بيخلي الواحد يفرح عن جد. شوفتكم بتفرح الحدا. الله يسعدك يا ملك، هذا من طيبة أصلك والله. الله يسعدك يا ربي. إن شاء الله بكرة بتصير أستاذة قد الدنيا. فعرفنا هون يا حبايبي إنه أنا زلمة لما بدي أكون في الامتحان أجا حكالي أكتب المعنى. والله يا أخوان هو ما بطلب كيف تكتب المعنى. لو جاب لك اكتب المعنى، أتوقع جابه مرة أو مرتين، أتوقع الامتحان الماضي، بس أنا ما اطلعت عليه منيح. تشتاق لك الجنة يا ربي يا وسن، والله وأنا كمان. انا بكفيني هون a removable magnetic disk. وهاي كلمة that stores computer information والله ما بدي اياها، ما بدي اياها نهائيا. رجعوني توجيه الجامعة هلكتنا استاذ. لا ترجعيش توجيهي، لانه الجامعة احلى صح متعبة، ولكن انت هلأ بتبني شخصية اللي ان شاء الله في المستقبل راح تكوني تنفعي اهلك وتنفعي امتك تنفعي بلدك. لا لا استاذ، هايكم توجيهي، اقعدي احضري. طيب يا جماعة الخير، بي سي. ايش هذا يا استاذ بي سي؟ يا الله والله انه هذا الاشي صعب. لا يا اخوي مش صعب. بي سي يا حبيبي هي بيرسونال كمبيوتر. من كل هاد
هيني قاعد بشطب وانا يا اخوان علنا قدام كل الناس. اكيد بتجنن يا ملك، الجامعة اشي بجنن. بس انا لو خيروني ما برجع لها، برجع لها دكتوراه ان شاء الله. طيب استاذ، ليش الجزء الاول ما شطبته؟ الجزء الاول ما شطبته يا حبيبي، بدي اعلمك اياه. هاي كلمة abbreviation يا صديقي، معناها اختصار عن طريق اخذ بدايات الكلمات. abbreviation زي كلمة DNA. بدنا نسأل جماعة الأحياء نعرف شو هي DNA. فكلمة abbreviation معناها اختصار، لذلك كلمة PC هي اختصار للبي اللي في بداية كلمة personal، والسي اللي في بداية كلمة computer. فهيك انت بتكون تعلمت انه كلمة abbreviation هي اختصار لكلمة ايش؟ personal computer. حلو الجامعة استاذ، بس متعبة واصعب ما تخيلت. اصعب يا وسن لانك حابة تصيري، لو مش حابة تصيري طنشي محاضرات واخريتك تنجحي. بس انا ما بدعوكي لانك تعملي هذا الاشي، لا. طيب يا اخوان، كلمة program هاي a set of instructions enabling a computer to function. ترى هون يعني صح المعنى طويل، بس والله لابد منه. أنا كمحمد الأسود بلزمني أعرف شو هو البروجرام هذا، عشان لما نختلف بوحدة من القطع على ضمائر. أنا كنت زمان أحله غلط ورجعت صححت معلوماتي وحكيت إنه لا، المعلومات الأصح هي كذا وكذا. المهم البرنامج يا إخوان اللي هو ام وحده، هذا ناون، هو مجموعة ست يعني مجموعة. تعالوا هون أنا بقدر هون أفيدك في المعاني، بقدر أفيدك في إنه لازم تفهم معاني المعنى اللي بالإنجليزي. مجموعة of instructions من التعليمات enabling تمكن a computer الحاسوب to function لأن يعمل، بتمكن الكمبيوتر انه يشتغل. هسه ليش الحذف استاذ؟ يعني الوزارة ما بتكون طالبة بالمعنى كامل؟ تعال يا استاذ بما انك سألت، ولا نكمل المعاني، اخذك اورجيك الوزارة كيف تطلبك معاني، عشان في طلاب بضلوا طول السنة ينحتوا وهم مش عارفين انه كيف الوزارة بتجيب. تعال نروح نشوف، ولكن خليني اكمل هدول. هلا اي سي تي اذا بتلاحظوا يا شباب ويا صبايا، اي سي تي نفس الاشي مكتوب هون ابريف، مختصرين كلمة abbreviation اللي تعلمناها فوق هيها، اللي هو ايش؟ information communication technology. اختصروا لي اياهم information communication technology ICT، اللي هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يا سلام عليكم والله بتجننوا. سمارت فون، والله هذا يعني الصراحة لازم ينحفظ كامل. قاعد بحكي يمني طبعا، أنا بحب هاي اللهجة. هذا يا جماعة الخير نحفظه كامل، اللي هو إيش؟ اللي هو a mobile phone. تعرفوا إنه في كتير ناس بيعرفوش إيش يعني موبايل، بيفكروا إنه موبايل معناها تلفون. لا يا صديقي، موبايل معناها متنقل. متنقل. a mobile phone هو هاتف متنقل. بس اسمحوا لي اغير اللون. متنقل، هاتف، هو هاتف متنقل. حاضر يا استاذ. with advanced computing technology. advanced يعني متقدم، له تكنولوجيا computing حاسوبية متقدمة. يا اخوان هو التلفون هذا اللي معي، انا بدخل بقص المنخار وبحط ايد، بجيب موسيقى بحطها على هذا كمبيوتر، هذا مش تلفون. التلفون زي اللي كان في دار سيدي وسيدك وستي وستك، التلفون اللي بنكبس عليه برد حدا الو، هداك تلفون. صار متنقل، صار اسمه موبايل فون. صار يصور ويقص ويعمل، وافتح على البورتال تبع المدرسة اعبي علامات الطلاب، صار اسمه سمارت فون. طيب وورلد وايد ويب، بنصحك يا صديقي انك تقرأ هذا كله. information system known as the internet، والامريكان بيقولوها internet.
فأنا هون بس بدي أخذ the internet. بس بدي أكمل which allows documents. هذا النظام هذا بيسمح للملفات إنها تتوصل بملفات تانية لناس بيبحثوا عنها عن طريق تحريك الملف لمكان ولا آخر. يعني تعريف بصراحة مش حلو، زنخ. خلص World Wide Web. طبعا أنا بدي أحكي لكم يا إخوان، كلمة World Wide Web هي الشبكة العنكبوتية. بتفرق عن كلمة انترنت اللي هي انترنت، او بالعربي انترنت، اللي هي ايش يا اصحابي؟ هذا الانترنت هي الداتا اللي انت بتشتريها، الداتا بلان بسموها، اللي انت بتشتريها من شركتك عشان تدخل جوا هاي الاسلاك والوايرلس اللي هي الورلد وايد ويب، وتنقل البيانات وتلعب انت فورتنايت وتكيف. هاي ريلاي اون اللي حكينا عنها على اليوتيوب قبل شوية، كنت طالع بث على اليوتيوب، وهلا رح نرجع لنفس السؤال نحله. ريلاي اون هذا phrasal verb، يعني عبارة عن كلمتين جنب بعض، واحدة منهم حرف جر، وهاي معناها يعتمد على. وهونك تخيلوا ما اسهلها، trust or confidence. يا الله ما اسهلهم. استاذ ايش abbreviation اللي بين القوسين عند اي سي تي؟ حاضر استاذ تكرم عينك. كلمة abbreviation هاي معناها اختصار، نفس هاي اختصار عن طريق اخذ اوائل الحروف من الكلمات. كيف يعني؟ يعني كلمة اي سي تي هي اختصار عن طريق اخذ اول حرف من كل كلمة في هذا المعنى. وهنا يا جماعة الخير to have trust or confidence. إذا بدك تسألني شو الفرق بينهم ممكن أجتهد وأحكي لك. trust إشي خارجي، confidence إشي داخلي. وتعالوا ننطلق أنا وياكم للسؤال الوزاري اللي لعنوا أبو أبوه وهم يقولوا لك صعب، وأنا انفضحت عشان قلت عنه متوسط. يميل إلى التعقيد، يعني يحتاج إلى وقت. كان امتحان متوسط يحتاج إلى وقت إضافي، ويحتاج إلى طريقة شرح تعتمد على المعنى أكثر من أنها تعتمد على بطولات الإخوة الزملاء. تعالوا نشوف يا جماعة هذا السؤال رقم 1. هلأ أنا حليته، كنت على اليوتيوب بس ظاهر إنه الناس ناسيين قناة اليوتيوب، يا خسارة. بدنا نرجع يا إخوان ننشرها يعني عشان شو اسمه طلع مصاري. لا يا أخوي اسأل قد ما بدك. نسيم العنزي اسأل قد ما بدك، أنا هون يعني هذا الوقت حاطه هيك كرمالكم. المهم مكتوب لك هون when you search information، لما تبحث عن المعلومات make sure that you use only very sources. sources يا جماعة معناها مصادر، وهي اسم فيش حدا بيعرفهاش. القاعدة عندي هون، القاعدة عندي الجزئية اللي بدنا نتطلع عليها هي كلمة sources وكلمة very. تمام. هلا كلمة very هي عبارة عن adverb، و sources هي noun. دغري أنا بتجاهل القسم هداك، لأنه في قاعدة كتير كبيرة بتحكي لك الناون قبله بيجي إيش؟ قبله بيجي adjective في حال إذا كان يا حبايبي الجملة فيها فعل، لأنه لو فيش فيها فعل بنكون بدنا فعل. اجينا هون طلعنا على الكلمات، يا الله شو هدول يا أستاذ أنا مش عارفهم. rely اللي هي على الأغلب بتكون الأقصر هي الفعل rely، معناها يعتمد. reliability هو الناون، معناها الاعتمادية. reliably اللي هو ايش؟ الادفيرب بشكل اعتمادي. واخر اشي reliable اللي هو الادجكتيف، وهي الصفة، وهي الخيار الصحيح. هذا اول سؤال للمعاني يا صديقي، وانت كمان الله يجبر بخاطرك. عن طريق الاشتقاق. هذا طبعا اشتقاق، هذا معنى واشتقاق. هذا السؤال له هدفين، هذا السؤال له هدفين. الهدف الأول هل تعرف المعنى؟ الهدف الثاني هل فاهم الاشتقاق؟ هدول هم الهدفين يا أصدقائي. طيب شوف هذا معنى رقم 2،
ويب هوستنج هذا معاني. سايد افكت. ما في اشي اسمه اكتب المعنى هون. تعال نروح نشوف، لانه انا بصراحة ما اطلعتش كتير على الامتحان. انا واحد من الناس لما يصير في بلبلة بعزف عن اني اجاوب على الامتحانات. تعال نشوف هون هذا السؤال ايش بقول. بقول انه ابن بصال dealt with تعامل مع dealt with many agricultural topics. شوفوا يا اخوان، اللي مش فاهم راح ياكل بطاطا. اهلا يا سلمى العطار، كيف حالك؟ agricultural يعني زراعي. topics مواضيع زراعية in his book. A book of agriculture. Write down 3 of these topics. تحكي لكم شغلة يا اخوان. انا حضرت عدة اشياء على التلفزيون وقرأت الاشياء اللي بيكتبوها الاساتذة. كانوا يقولوا انه الاسئلة تميل الى الصعوبة في الاجابة والطول. يا اخوان لا، هو 3 اشياء الزلمة: كيف تحفر ابار، وكيف تزرع اعشاب واشياء ريحتها حلوة، وكيف تعرف خضار وفواكه، وكمان شغلة اللي هي الاراضي تصير خصب. يعني 100 شغلة فيه بدون ما اطلع. سهل جدا. بس انا مش هذا، انا بدور على سؤال المعاني. find a word. بس يا حج عنزي تفضل. طلب منك إن جد كلمة in the text which means the study of plants. عبد العظيم حياك الله أستاذنا وحبيبنا. ملك الحاسوب حياك الله والله يرضى عليك، وهذا من أصلك الطيب. فالمهم يا جماعة الخير، بس تشوفوني بتأتئ هيك اعرف إنه بصور ستيتس على التيك توك. تزعلوش مني، أنا آسف. المهم، إذا بتلاحظ هنا يا صديقي المحترم العنزي، هو ما طلب منك تكتب المعنى. بالله إذا إنك معي يا عنزي إنك إيش في يا إخوان، ماله البث؟ Holy damn. إذا إنك يا صديقي العزيز معي على البث، تشوف هو كيف طلب منك معاني الكلمات. هو ما طلب منك تكتب معنى الكلمة. لذلك there is no point، ما في هدف من انك انت تقعد تنحت في معاني الكلمات، ولكن بدي اكون عارفهم. طلع هو ايش اعطاك. اعطاك الجواب مختصر the study of plants. اعطاك الاجابة هون مختصرة the study of plants. ارجع يا سيدي العزيز وشوف لي ايش في كلمات بتحكي عن the study of plants. إذا بدنا نرجع أنا وياك، حياك الله يا صالح، كيف حالك؟ إذا بدك ترجع لا المانيوال، تعال نشوف بالله المعنى قديش حجمه في الدوسية. هي طبعا في الوحدة الرابعة. ابن بصال. طبعا أنا يا جماعة بشرح على اليوتيوب على الفيسبوك. ابن بصال هي أول قطعة موجودة في الوحدة الرابعة. خليني أروح عليها. هيها. بدي أشوف أنا موضوع هالكلمات، لأنه في كتير طلاب بنزعجوا منه. importance of Islamic. لا، ابن بصال معناته الثالثة. مصدر سيتي. هايها. شوف لي يا سيد العزيز الكلمات. to supply land with water so that crops can and plants will grow. an injection you can have to protect you from إلى آخره. طيب أنا هلأ عرفت إيش هم الترك اللي عاملينها. طبعا هم إحنا عندنا في القطعة، إذا بتلاحظوا هون يا جماعة الخير، في القطعة موجود هذا المعنى. هيها. which is the study of plants and agriculture. شو الكلمة؟ بوتاني. والله ما شاء الله سبحان الله الحمد لله. مش عارف ليش اللايف مرتفع هيك، بس الحمد لله واهلا وسهلا فيكم. وشكرا. اتوقع في حدا شيره او في اشي. حياكم الله. انصدمت انا، صار في زي شو اسمه ابو الرب لما بدخل على البثوث وبرفعها. انصدمت. خلينا نكمل هاي البوينت ونحكي مع بعض. فمعناته يا استاذي
جوابها which is the study of plants and agriculture. انت مش مضطر انك تغلب حالك. لو انا في الوزارة بشيل المعنى من هون. تعالوا نشوف هو ايش جايب. ايوه بس. Who was the king of Toledo? His great passion were botany and agriculture. هو شال المعنى من هون يا اخوان. الوزارة حذفت المعنى من هون. تم حذف المعنى. طيب بوتاني احنا عارفين انها معناها البستنة. تخيلوا لما تكون انت عارف ايش معناها خلص شو ضل عليك؟ البستنة. ضل عليك تعمل شوية ماتشنج ما بين المعنى وما بين الاشي اللي ضليتك تنحت فيه طول الفصل والسنة، اللي هو ايش؟ اللي هو the study of plants and agriculture، وايش والمعنى اللي هو معطينا اياه. فوالله العظيم يا جماعة الخير جول الامتحان، جول بتروح تكتب له بوتاني وصلى الله وبارك. لذلك الدقة في الدراسة مطلوبة. شغلة انه اشياء على السريع وصلى الله وبارك لا، ما بتوقع انها تكون مزبوطة نهائيا. هذا يا اخوان هذا هو الاسلوب اللي بطلبوا منك المعاني فيه. هلا ممكن تجيك المعاني ضع دائرة، ممكن تجيك المعاني ضع دائرة. والله انا مش عارف مين اللي سوى هيك. الله اتوقع هاي قصة يعني، بس اهلا وسهلا وشكرا وحياكم الله. انا والله ما سويت اشي، والله اقسم بالله العظيم ما سويت اشي، لا طلعت البث ولا سخنت البث. اللي معاي يسوي لايك، خلينا نشوف هل هذول حقيقيين ولا حدا حط. المهم يا جماعة خلينا ننتقل انا وياكم لإشي تاني اللي هو شو اسمه، اللي هو اسمه معاني الكلمات اللي موجودين فوق. تعالوا نشوف بالله القطعة الثانية شو المعنى اللي جابوه فيها. هاي القطعة الأولى حكينا عنها، جابوا كلمة بوتاني، وتحت جابوا هاي. تعالوا نشوف شو طلب من المعاني. أول إشي there are certain essential points one should research about a product before making. السؤال هذا فيه خلل. الله يعافيك يا ربي، ما شاء الله شو القصة. اخوان مين ورا العملة هاي؟ مين مين ورا العملة هاي؟ بدي افهم انا، استنى شوي افتح الواتساب، استنى شوي بدي اشوف مين ورا هاي العملة. اشوف فيش حدا باعت. اوه ما شاء الله. والله العظيم انه احكي لكم اشي. حلو هذا الجو انه هلا هم مبينين يا جماعة بس انا ما حد حكى لي، يمكن في زميل الي دخل يمكن هو. والله انك تعترف يا استاذ. اعترف بي يعني، هم لو طلاب راح يعلقوا يحطوا لايكات، فبدك تحكي لي مين عبد العظيم؟ انا شاكك انه انت، شاكك انه انت، يلا احكي لي. الله يرضى عليك والله يا استاذ. يعني هو شوف انا لاني بريء من هذا الاشي. انت بدي تفهمني كيف معلم. بديش والله بديش. لا لا صلاح لازم احكي معك، انا لازم نفهم هاي الشغلة كيف. انا بعرف يعني كيف تنعمل بس ما عمريش سويتها. والله اني عرفت انك انت. والله ما انت قليل. لا بديش الف، الله يرضى عليك، بس بدي تفهمني، لازم اشوفك وتفهمني والله هاي احد الطرق اللي بنضحك فيها على الطلاب.
اخ يا رب. انا صار يتهيأ لي انه ابو الرب بعت اصحابه وهيك، عرفت كيف الحركات هاي؟ صار يتهيأ لي. الله يرضى عليك. لا والله لا، بالعكس احنا يعني اهم اشي والله نكون دغريين. وانا والله بالنسبة الي الالف والمئة الف والمية والخمسة، الله يرضى عليك شكرا. شفت ابتسامتي وفعلا اشي، يعني اشي غريب. شو اسمه احكي لي. الواحد والله والثلاث، انا يعني كنت اعمل بثوث عليها واحد. اه والله. اه والله يا صلاح. والله طبعا يا اخوان، انا صلاح بعرفوش، امبارح التقيت فيه على بث على الفيسبوك، وسألني كم من سؤال، وهي بقول انا حبيت اشوف ابتسامتك، هيني ابتسمت، وحبيت اورجي الناس انه في ارقام كذب. والله انك فظيع، سبحان الله. انا اسمح لي هون بس اصور تعليقك، انه عشان فعلا الناس تشوف. والله انا ما طلبت منه ولا بعرفه شخصيا، ولكن هي 673 مساكين الطلاب ما بيميزوا. وهي بيحكي حبيت اشوف ابتسامتك وارجي الناس انه في ارقام كذب. انا على البث يمكن في ثلاث او اربعة وانا بكون عارف. وبعدين لسه عندك انت الامور الكذب الاكثر، انه في ناس بتكون كتير مصدقين انه اه والله استاذ انت ليش عندك بثوثك قليلة. يعني انا بعرف انه في موقع بدخلوا عليه مبلغ من الفلوس وبيجي مشاهدات وكذا. انا يعني بتمنى انه ربنا سبحانه وتعالى يجنبنا انه نضحك على الطلاب. يعني انا مستعد اني اضحك على حالي ولا اضحك على الطلاب. بارك الله فيك، وبدي تعلمني معلم، هاي رقمي، لازم تحكي معي اليوم تعلمني. ما بدي استخدم، بس بدي اسوي. عندي تيك توك اه. هذا رقمي. هيك رجع آه بقول لك شكرا عشان ضحكتني، وشكرا فعلا انك يعني خليتني انبسط. انا عارف انه لا، يعني مش هيك الموضوع، بيكون مبين من عدد التعليقات ومن عدد اللايكات. بس حلوة، مزحة حلوة. اسمع، بدي اياك تعلمني عشان اصير اطلع على البثوث، حط 600 مليون عشان اورجي الناس انه كمية المسخرة، ولكن نشرح اشي واقعي وحقيقي. هسه رجع الصوت صح؟ هلا رجع. طيب خلينا نرجع للتابلت، والله انك تبعت لي مسج، لازم ضروري، او تبعت لي مسج على نفس الفيسبوك، جزاك الله خيرا. المهم يا جماعة الخير، السؤال القطعة الثانية بتحكي there are certain essential points one should research about a product. طبعا هون في غلط يا اخوان، one should research about وخلص، مش one should research about a product before. لا، بنقول there are certain essential points one should research about before making a sales pitch about a product. Write down three. بعدين طالب the text states two examples of friendly comments، اكتبهم. بعدين ايش كاتب؟ write down what does the underlined word it refer to. بعدين write down the sentence which indicates that عفوا the importance of listing the main points when. بعدين هذا فيش فيه معاني. في لايكات، حط لي لايكات بالله. مخلوطة اسمع.
استاذ، حط لي بالله 180 لايك او 140 عشان نسبة وتناسب، عشان ما ننكشفش. يعني هم 673. حط لي كمان الله يسلمك، حط 173 هذول لايكات. ايش في كمان شيرات في عندك؟ إذا والله انت سبحان الله، زمان كنت افكر انه يا الله ليش هيك وليش هيك. بالاخر انا لما بيجيني طالب بيحكي لي استاذ انا حضرتك والله اورجيكم اشي يا اخوان، والله غير اورجيكم اشي الا تستغربوا منه. شوفوا معي ان شاء الله انه يبين. لو اقدر اشير الصورة هون، شوفوا يا اخوان. هون الشاب ايش بيحكي لي؟ مش واضحة، مش واضحة. خليني اصورها وابعثها. والله بدي اصورها وابعثها. هاي اليوم اجتني ويا سبحان الله اشي بفرح. سبحان الله، يعني انا زي الصغار بفرح لما اكون فدت حدا. بفرح من كل قلبي صراحة يعني. وعشان انا بحب انه ما يكونش نفاق او رياء، بقول يا ربي انه ما تخلي يعني في قلبنا اي نوع من انواع النفاق والرياء، لانه ربنا سبحانه وتعالى بيغضب من شو اسمه، بيغضب من هاي الاشياء، من الرياء والنفاق. بس بحب شوي مرات يعني اقنع نفسي انه الصح طول عمره صح. وانا يعني شو غايتي؟ غايتي ادرس هالطلاب، لا غايتي مشاهدات. طبعا اي حد هلا بفوت بقول لك هاد سالك مشاهدات كذب. هو واحد من الطلاب يا جماعة الخير حب هيك يمزح معي. فالفكرة انه الفايدة، يا سبحان الله، الفايدة لما الانسان يشعر فيها بحمد ربه كتير. وانا واحد من الناس بحب احمد ربي واكون عبد شكور. الله يرضى عليك يا دكتور حسن مقبل، والله انك تاج راسي. يعني ايش بدي احكي؟ وانا والله مقصر معك، المفروض رنيت على علي وسألت عنه. لانه انا مقصر معك، انا عارف. بدي اورجيكم بس هالشغلة يا اخوان، والله اشي بفرح. وان شاء الله ربنا ايش، هذا بحكي لي انه انت بلشت يا استاذ. ايش بحكي لي؟ بحكي لي انا اشتريت بطاقتك في بداية شهر 7، وكنت انت منزل عليها 10 حصص. انا انتهيت من مشاهدتهم، متى بدك تنزل حصص بانتظام؟ حكيت له ان شاء الله راح ابلش يوم الخميس. اعطينا مجال شوي لجماعة 2004 لانه كان عندهم فاينلز، كانوا امتحاناتهم. بحكي له شو اسمك، وين بتدرس، مين دلك علي؟ بقول لي اسمي اسلام، اخوي من طلاب 2003 درس عندك على بثوث اليوتيوب، جاب 190 بالانجليزي والحمد لله بدرس حاليا طب باليرموك. للامانه مدح فيك وبعلمك، استغفر الله طبعا، وكيف انك استاذ تبذل قصارى جهدك لتوصيل المعلومه للطالب. والله العظيم انه كاني ماخذ مليون دينار، والله العظيم كاني ماخذ مليون دينار. ماخذ انا مليون دينار بالحلال، تمام. ماخذ مليون دينار بالحلال، والله العظيم حمدت ربي وقلت يا ربي ديمها علينا. والله العظيم ما بعرف الشاب الأخو، والله ما بعرفه. الشاب اللي جاب 190 والله ما بعرفه ولا عمري سمعت في اسمه. الزلمة كان يفتح بثوث يدرس، ينحت ينحت، انتوا عارفين هذول اللي بيدرسوا طب، انحت انحت، والله عمره ما تواصل معي. فلذلك يا حبايبي خلي والله هدفك يعني ربك سبحانه وتعالى من وراء القصد وبس. لا تقول لي مشاهدات ولا تقول لي لايكات، بس ضروري تحكي هاي. لا لا، قناتي واصلة يا صلاح، واصلة من زمان قناتي. بس انت ايش قصتك يا زلمة؟ اسمع، اليوم اذا ما بعتليش مسج مش راح اعرف انام، تمام؟ انت شو قصتك؟ مين؟ خلص يلا ارجع لي على الدراسة، ضيعنا الوقت. نطلع نفيد الناس، بلشنا نحكي كلام خاص وشخصي. طيب، فإذا يا جماعة الخير بالنسبة لموضوع
الامتحان الوزاري والمعاني. تعالوا نشوف هاي السؤال الثاني معاني واحنا لسه مش ماخدين، وبدي اورجيك انك بتعرف. الله يرضى عليك حبيبي والله انت، الله يرضى عليك حبيبي والله انت، الله يرضى عليك، انا بمزح. هون بحكي لك is the business هو العمل او الشغل of housing يعني انك انت تحط عندك اشي. انا عندي ويب سايت بدي اروح احطه عند الدكتور حسن مقبل. serving اللي هو خدمة or maintaining او تصليح والمحافظة على الفايلات for one or more websites. بحياة ربكم يا جماعة الخير، بحياة ربكم مش واضح هون الحكي؟ بحياة ربكم أنا قاعد بحكي لك احتضان الخدمات وصيانة الملفات، ويب سايت. بدك تروح تقول لي كمبيوتر تشيب راح أسخطك. الرقاقة الحاسوبية ملهاش دخل. راح تقول لي انتحال الشخصية راح أسخطك. انتحال الشخصية لما يكون في حدا بيسرق. بدك تحكي لي privacy settings راح أسخطك. إعدادات الخصوصية لما يكون في حدا بده ينزل صورة بدوش الكل يشوفها. آخر إشي ويب هوستينج. والله ويب هوستينج. فإذا يا أخوان الحكي جدا سهل والأمور جدا سهلة وطيبة، وأهم إشي لا تنزل بمستواك، ارفع مستواك يا صديقي. أنا عندي ناس هاكرز، عندي ناس بروفيشنال في شغل الكمبيوترات والتلفونات. طب وين مخنا يا جماعة الخير؟ ليش ما استخدم أنا هاي المعلومات؟ أنا خلص شرح خلصت هلأ. ليش ما استخدم هاي المعلومات بحياة الله؟ يعني شو السبب؟ عشان أطلع طالب توجيهي فنان. شو السبب؟ شو ناقصك؟ والله ما هو ناقصنا إشي، ما شاء الله عنكم، والله بتحطونا بجيبتكم. لذلك يا سيد العزيز اعرف إنه بدك تشتغل على حالك صح، بدك تشتغل على حالك صح. أنا هيني اليوم تعلمت شغلة وتأكدت من شغلة بالرغم إنه انعملت عندي هون بالاستوديو، وأنتوا بتمنى منكم إنه تكونوا تعلمتوا شغلة. ويعني دائما أسأل الله. حياك الله يا حيدر، يا الله جعفر، يابا أنت شلونك حجي؟ يا الله عليك. حيدر الكناني درسته بالصف الخامس بالمنهج العلمي. الله عليك ومبارك الحج، وإن شاء الله يا ربي نشوفك بعمان. همين من تجي خابرني رحمة للعباس. شبيك؟ خابرني يابا أجيلك رأسا، من طلابي المحترمين هو وإخوانه. الله يرضى عليك والله أنت أخ عزيز، الله يرضى عليك، خلي لك أولادك يا ربي، الله يبارك فيك. هذا من أصلك الطيب، وأمان برقبتك يا جعفر إنك تسلم لي على الحجي، حجي حيدر، وتطي بوسة على الراس، قل له هذه من ابنك محمد، رحم الله والديك، والله خوش ناس، والله انك زلمة محترم. انت من الاشخاص المميزين اللي لا يمكن يتكرروا في الحياة، فعلا انك زلمة محترم. سلم لي عليهم، عليهم بالواحد، باقر وكرار ولاد عمك كلهم، رحم الله والديك ووالد والديك. الله يرضى عليك والله يا تاج راسي حجي. شع... هسه 71 حقيقي عن جد. حجي حيدر الله يعطيك العافية، ما شاء الله تبارك الله، والحجية الوالدة كلكم على راسي والله، الله يعطيكم ألف عافية. وكانت والله أيام يعني الله يرحمها، وإن شاء الله إنكم تكونوا بأفضل حال، تكونوا بأفضل حال يا ربي، بلادكم تكونوا بخير ومبارك الحج. أنا شفت جعفر حاجج والله حيل انبسطت. الله يبارك فيك يا صلاح، والله انك زلمة محترم.
وتحياتي إلكم كلكم والله. وصادق همين، شفت صادق صار زلمة صلاة النبي عنه. المهم يا حبايبي، الحكي اللي أنا بدي أحكيه إنه الموضوع الإنجليزي خلينا نحكي. والله بتشرفني يا حيدر، عفوا يا جعفر، آسف أنا همين ختيرت وبدي أجي على العراق أكيد. اسمع أنا ختيرت، يعني العفو منك، قاعد أغلط باسم الوالد، العفو منك. بس ها باوع شلون؟ باوع والله شيب حجي. انتهينا. حياك الله دكتور عمار النوايسي، الله يبارك فيك وشكرا لك على مداخلتك. دكتور عمار النوايسي مدير العام في المدارس المستقلة الدولية بفرعيها. دكتوري تاج راسي والله، أشكر تواضعك ودخولك على البث، يعني هذا يدل على أصالتك والله. وبارك الله فيك فعلا. هذا البث أنا اليوم شفت كل الناس اللي بحبهم من العراق للأردن لكل مكان. يلا إن شاء الله. فلذلك أنا بس الهدف من حكي، بارك الله فيكم والله يعطيكم كل العافية. وأشكرك يا دكتور عمار، والله بترفع المعنويات، الله يا ربي يجبر بخاطرك. لذلك يا جماعة الخير، الصعوبة تكمن في إنك تكون مش دارس. إذا إن شاء الله كنت دارس أمورك بتكون سهلة وبتكون تمام. على سبيل المثال، يعني زمان الطلاب كانوا شو يسووا؟ كان الطالب يمر عليه شغلات صعبة، احنا ما بننكر، واحنا كنا توجيهي. بارك الله فيك يا دكتور، هذا من أصلك الطيب، أشكرك جدا والله، الله يبارك فيك. كنا زمان يعني درسنا هالمادة ومرينا بصعوبات، يعني ما حدا بدري فيها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وما كان في متاح عنا، يعني المراكز ما كانتش متاحة والأونلاين ما كانش موجود أساسا. بس كنت تيجي لمراحل حل المشكلة. مراحل حل المشكلة إنك أنت تقرأ السؤال. أنا على سبيل المثال بدي أشوف هذا السؤال، بيحكي the figures show that. طبعا في عندي هون فراغ، عندي هون فراغ. The figures show that Jordan's healthcare system is successful. الأرقام طبعا figures معناها أرقام، بتورجي إنه النظام الصحي الأردني ناجح. طيب افرض إنه أنا مش دارس، بدي أمسك القلم، بدي أحكي لحالي كلمة side effect يا أستاذ بتزبط؟ هلا إذا أنت حكيت لي بعرفهاش، حياك الله يا دكتور عبد الله جوجزة، الله يعطيك العافية. إذا حكيت لي إنه سايد إفكت بتعرفهاش، أنت بتكون إنسان راح أزعل منك. سايد إفكت طول عمرهم أهالينا بيحكوا بالله شوف لي التأثيرات الجانبية تبعت هذا الدواء، فهاي اسمها تأثيرات جانبية. طيب يعقل إنه الأرقام تبعت التأثيرات الجانبية بتورجي إنه النظام الأردني ناجح الصحي؟ لا، إذا هاي غلط. إذا هون صار عندي خليط من المخ وخليط من التمييز ومعرفتك للمعاني. كلمة سايد افكت لا يفترض انك تعرفها في التوجيهي، يفترض انك تعرفها في الثامن والتاسع، ومش بس من المدرسة. طيب لايف اكسبكتنسي، هذا يا جماعة الخير مصطلح معناه متوسط العمر المتوقع. متوسط العمر المتوقع، هذا المصطلح عرفته أنا لما درست إنجليزي وبلشت أدرس. يعني لا يعتقد إنك أنت تكون قاعد في البيت وأبوك يحكي لك والله يا بابا اللايف اكسبكتنسي تبع الناس اللي بيعيشوا في الصين. لا لا، هذا الحكي إحنا ما بنحكيه، مع إنه مثلا إحنا من عائلة متعلمة، ولكن اتعلمته من الصف، من الدرس. هاي هي الفاليو، هاي هي القيمة. فأنت لا يستحق منك الامتحان تقعد تسب على اللي حطوه. أنا بتحداكم تحدي الأخ لأخوانه، طلع لي سؤال واحد من برا الكتاب لفظا وحرفا ونصا. والله مش عم بحاول أشذ عن القاعدة، ولكن أنا بقرارة نفسي. الكل قاعد بيحكي إنه صعب والوزارة والله يلعن والله ما يلعنش، وأنا من جوات نفسي عارف إنه الحكي مش صح. بتحل لك 40 سؤال وانت مش مشغل مخك.
وبعدين بتيجي الأسئلة الصعبة طبيعي جدا، لأنه إحنا بنعرف إنه في منحنى للأسئلة، في إلها منحنى هيك. في أسئلة صعبة لعدد قليل من الطلاب، وفي أسئلة عادية لعدد أكبر من الطلاب، وفي أسئلة مسخرة لا الكل بحلها. فلذلك يا صاحبي أنت هون إجيت حكيت يلا خلينا نكمل. لايف اكسبكتنسي قلت ماشي، متوسط العمر المتوقع للناس في الأردن أرقامه خلتني أعرف أن النظام الصحي في الأردن ناجح. يا جماعة الخير، طبعا أنت بتروح على أوروبا بتلاقي الناس بيعيشوا 100 سنة. ليش؟ أنظمتها الصحية ناجحة. إحنا عنا بالأردن اللي بيموت عمره 60 سنة بنقول يا حول ولا قوة إلا بالله، والله صغير. يعني الناس عادة بال80 بال70 آخرها. يعني الله يطول عمر الناس كلهم، الله يرحم أمواتكم أموات المسلمين كلهم. ولكن في دول الناس بتموت فيها صغيرة بسبب سوء الظروف الصحية. طيب viable option يا اخوان، هل يعقل انه يكون كلمة خيار متاح؟ ان ارقام الخيارات المتاحة توضح ان الاردن نظامه الصحي جيد. غلط يا اخوان، والله ما هو صح. ايميل اكسشينج هاي اللي بحطها بدي ازعل منه على الاخر. يعني هاي يعني اللي بحطها بدي احكي لك روح يعني حول على اي اشي بدك اياه، الا انك تكون حاطط مخك في الدراسة، لانك انت بتخطئ نفسك بنفسك. فاذا لما انا بتطلع على ارقام متوسط العمر المتوقع في الاردن بتورجين انه النظام الصحي متميز. انا قعدت اشرح بهاي الشغلة 10 دقائق. يفترض منك لما تيجي تحل ما تاخذ منك اكثر من 20 ثانية، والله على ما اقول شهيد. وانا يا جماعة الخير يعني بس حابب يعني كلمة حق بدي احكيها، لانه كل جيل بيجي بيخرب على الجيل اللي بعده. احكي لكم اشي. انا زمان كنت اقنع نفسي انه انا حمار الرياضيات، اعوذ بالله، انا افهم رياضيات مستحيل. وخلص واحكي لابوي طلعني من المدرسة بدي اشتغل حلاق، وابوي زلمة مؤمن بالتعليم زي ايمانه بالله سبحانه وتعالى، واجيب واسطات وكذا وكذا. حكيت له طيب بيني وبينك حولني ادبي. حولني ادبي، حطوا لنا رياضيات ادبي. قلت يا سواد ليلتك يا محمد. اول سنة رياضيات ادبي سنة 2003، واللي بشرني في الخبر دكتور خالد جلال. ايش بدي اعمل؟ قال لي والله لا افرمك اذا بترسب، احنا عنا الادبي. يعني شكرا لاني وافقت. قلت ماشي. رحت بلشت يا اخوان من القسمة والجمع والضرب، واطلع واطلع واطلع، وفي نفس الوقت ميزت انه انا فاهم او مش فاهم. اطلع 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 اطلع، لما الله يجزيهم الخير كل حدا كان له سبب في نجاحنا. نجاحي انا من ابوي وامي ومن المدرسين، كل الناس درسوني. وفي ناس منهم انا بشتغل معهم هلا، مدرسين درسوني انا بشتغل معهم. هلا راح احكي لكم اسم واحد منهم. وجبت 130 من 150، والله العظيم بفتخر بهاي العلامة في الرياضيات اللي المفروض انا فيها ساقط. ساقط بمعنى راسب. انا هذيك اليوم دخلت اصور، لقيت الاستاذ احمد الحسين تبع الكيمياء، هذا درسني بالاول ثانوي، انا وياه في نفس الشغل. جيت مسكت ايده، قال لي ابعد عني يا زلمه. انت مين؟ قلت لازم شو ابعد عنك يا زلمه؟ انت الك فضل علي. مين انت؟ قلت له انا فلان الفلاني. صار يبتسم هيك. قلت له والله جزاك الله خير. وفعلا ما وصلنا للإشي اللي احنا فيه إلا من فضل الله ثم فضلكم اهتمامكم فينا. لا كان سائل بفلوس، ولا كان سائل بلايكات ولا مشاهدات ولا إشي. فأنا يعني بتمنى من الله إني أقدر بس أوصل شغلة مش مبالغ فيها. إذا أنا بدي أبالغ ببالغ لك في الشرح، بس هذا هو هدفي. إذا أنا بدي أبالغ ببالغ لك بالشرح، وببالغ شوية في الأسئلة اللي بحطها، عشان لما توصل للامتحان الوزاري تكتشف انه انت اللي بتحله هو اسهل
من الاشي اللي انت درسته، فما تتعرض للصدمة اللي احنا مش غشيمين عنها. لذلك اخر اشي يا اخواني بدي اروح احله مجموعة الاسئلة هاي اللي تحت، اللي هي عبارة عن فقرة. وانا بحب في كل درس انوع، تحت كل درس بنوع في اسلوب الاسئلة عشان الطلاب آه بديش احط الاجابات عشان ما حدش يغش او ينقل، العفو. وبدي اجي اشوف كيف الطالب بده يوقع في الغلط في حل هيك مسألة. تعال نشوف. بحكي لك since they had invented the، من لما اخترعوا ال life became easier، صارت الحياة أسهل. والله يا صاحبي إذا بدك تعتمد على السرعة في الإجابة زي ما بنعمل وتروح تحكي لي أستاذ، هي كل هدول بزبطوا. من لما اخترعوا الكمبيوتر شيب صارت الحياة أسهل، صح. من لما اخترعوا الفلوبي ديسك صارت الحياة أسهل. من لما اخترعوا البي سي صارت الحياة أسهل. البروجرام، السمارت فون، الورلد وايد ويب، كل هدول بزبطوا. طب كيف بدي أعرف أستاذ؟ بدي أكمل يا صديقي، ما بنحل إلا لما تكمل. You can get access، تقدر توصل to many websites، للعديد من المواقع الإلكترونية باستخدام الخاص فيك which is connected to the internet. دغري الطلاب راح يروحوا هون ايش يحطوا لي؟ سمارت فون. ليش؟ طبعا الكبار في العمر راح يحطوا بي سي، الله يطول عمرهم. ليش؟ لانه على عهدنا اول اشي استخدمناه متصل في الانترنت هو الحاسوب. انا بتذكر سنة 2008 رجعت من السعودية كان معاي تلفون ان 97، رحت حطيت عليه انترنت 5 دنانير، شحنته 200 ميجا بايت. لما شاف صاحبي انصدم. الله يرضى عليك يا صالح، بخبرك ان شاء الله. صلاح، عفوا. فانا يعني ما لحقت انه التلفون اول اشي. حتى لليوم اذا بدي اعبي اشي علامات طلاب، بدي اقدم اشي، بدي اروح على ضمان اجتماعي اشي، دغري بستخدم الحاسوب، لا يمكن استخدم سمارت فون. انتو لا، انت حتحط كلمة سمارت فون، مش راح يطلع جوابك صح الا لما تكمل. sometimes، احيانا يا اخوان، you can use your phone اللي هو سمارت فون. وهلا راح اورجيك الدليل. سمارت فون، احيانا تستخدم السمارت فون also to do your duties online. هي الدليل. instead of using a computer. اذا هون يا صديقي الحل بلش يوضح ويكون سهل. هون لازم تكتب بي سي، وهون لازم تكتب سمارت فون، وهدول التنين إلهم علاقة بالورلد وايد ويب. وبالآخر بيجوا بيحكوا للطلاب إذا شفت اس حط ار، وبروح هو بيجيب لك اسم زي جيمس، وبتروح بتحط ار، وبالآخر بنختلف على مين بدنا نسب. والله بدي كل شيء، أنا لازم أتعرف عليك، أنت شخص متميز ما شاء الله عنك، وسبحان الله يمكن يعني أحد الطرق اللي ربنا بيعوض فيها الأشخاص إنه يعرفهم على أشخاص زيك، حدا صغير ومحترف بالكمبيوتر بالأشياء هاي، ما شاء الله عنك. بتمنى إنه أول ما نسكر البث تبعت لي، ببعت لك، وبكرة بنحكي بنشوف كيف نقدر نعمل أشياء نستفيد منها للطلاب وإلك أنت، لأنه هاي القدرات اللي بإيدك. هاي يعني أنت بتقول تكميلي، أنت لازم تكون ناجح. إذا الشخص زيك بيعرف يعمل هاي الأشياء أنت لازم تكون ناجح. وإن شاء الله نجاحك بإذن الله أنا راح أساعدك فيه، ولا تفكر في البطاقات، أنا شخصيا راح أساعدك فيه. شكرا لكم يا إخوان، وتحياتي لكم، وأشكر كل حدا دخل، والله من أعظم الناس يعني، دخلوا على البث من أعظم الناس، وأنا بشكر كل الناس الموجودين. وتحياتي لكم، وأسأل الله إنه ما يكون أي إشي من اللي بنعمله فيه نفاق. أسأل الله إنه يكون الهدف منه إرضائه، ونكون بشر وبني آدمين، بنو آدم، نحاول نساعد الطلاب الصغار. ودائما يا رب إنك تثبتني على مقولة اللي بجيبتك مش هدفي، اللي بمخك هو هدفي. وتصبحوا على الخير، والله يعطيكم ألف عافية.